عايزك تشوف الصورة دي معايا وتتخيل ان اللي عمل فيها كده المفروض انه بني ادم. بنوتة 13 سنة لسه ما دخلتش دنيا، اغتصبها حيوان بشري، ذئب بشري بطريقة بشعة، ودي اقل كلمة تتقال في حقه بعد اللي عمل. الصورة اللي قدام حضراتكم دي للبنوتة بعد ما الحيوان ده حاول يقلع عينيها بعد اللي عمله عشان ما تشهدش عليه لو شافته. لك ان تتخيل انه فاكر نفسه هيهرب من العدالة الالهية. لك ان تتخيل كم الجحود اللي وصل له الشخص ده كان عامل ازاي وقت ما عمل كده. كان فين عقله؟ كان فين خوفه من ربنا؟ كان فين خوفه من القانون؟ والإجابة بكل بساطة إنه كان مغيب عن الوعي وعن التفكير وعن إنسانيته وعن رحمته. اللي يعمل كده واحد متجرد من كل معاني الرحمة والإنسان. حق البنت دي لازم يرجع ومصر كلها تشوفه وهو بيتعدم زي ما خلى مصر كلها تزعل وتتقهر من اللي عمله فيه. كل محتاجه منك دلوقتي إنك توصل الفيديو ده لغيرك بفولو ولايك وشير وتصلي على النبي.